السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس فوجئنا بوفاة أخونا الأصم الداعية عبد العزيز الملحم، الله يرحمه ويغفر له ويتغمد روح الجنة ويجعلهم مقبولين إن شاء الله. إن شاء الله محاضرتنا اليوم تتكلم عن الوفاة والتعزية. طبعا احنا إشارة وفاة أخذناها من قبل، وهي هكذا وفاة أو مات. طبعا إذا مات الإنسان تخرج روحه، فهذه إشارة روح، خرجت روحه. طبعا يصلى عليه ويذهب به إلى المقبرة، ونشير إلى مربع كذا أن هذه المقبرة، ويوضع طبعا في القبر. هذه إشارة قبر، أنه يوضع في القبر، ويهال عليه التراب، هذه إشارة تراب، ويدفن. إذا جينا نعزي ماذا نقول؟ نقول الله يرحمه، الله يرحمه، هذه إشارة الرحمة. وإذا جيت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه إشارة البسملة. فإذا هذه إشارة البسملة إذا جيت أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما في التعزية أقول الله يرحمه. طبعا بعد السلام عليكم، كيف حالك؟ مبسوط؟ تقول الله يرحمه بعدها. فهذه معناها الله يرحمه، وأيضا في نفس الوقت تعطي معنى اللي هو عظم الله بالنسبة لنا السامعين. احنا نكتفي بهذا القدر من الإشارات اليوم، ونشوفكم في سنابات جاية. لا تنسون تابعوا قناتي في اليوتيوب عشان ترجعون على في اليوتيوب، ونشوفكم في سنابات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.